يا السلام عليكم ورحمة الله. يلا مع بعض نبدأ نعمل بطاطا مع بعض، تشكيلة جميلة كده. احنا سلقناها مع بعض كده مرة، فأنا شفت صراحة فعجبتني المنظر ده، فروح جايبة 5 حبات بطاطا. والله عمالة انجل فيها من هنا لهنا، فقلت والله لا عاملاها ايه تركة حلوة كده على اليوتيوب للحبايب الحلوين. فروح جايبة 6 حبات بطاطا، هم بطاطا مناسبة كده، انا كنت جايباها اصلا للسلق. لو انت عايزه تجيبها كبيره مش في مشكله. واروح بقى ايه مقشرها مع بعض كده. نعمل البطاطا كده بالحليب، حاجه تفتح النفس، حاجه جميله خالص هتعجبكم خالص، بالكريم كراميل. ويلا مع بعض نقشر كده. لو عندك برضو اللي هي اللي بتقشر البطاطس دي مش في مشكله. اهي ما شاء الله زي العسل، صفرة كده ومية مية هي. يلا بقى نقشر الكميه مع بعض كده اهي. نغسلها طبعا غسله، بصوا والله لحد الفرشه غسليها اهي. تخمريها ساعة أو ساعة ونص على حسب براحتك خالص، المهم مش يكون فيها أي لا مؤاخذة طينة ولا أي حاجة أهي. تقشري كده براحتك خالص. ولو عينك مبشرة بتبقى أسرع، مش بتاخد يعتبر إيه، يعتبر رجة كبيرة زي دي. نعمل بطاطا كده، لو ولادك مش بيحبوها طبعا هيحبوها. بصي من منظرها ان شاء الله هتطلع معانا روعه. يعني كل مره اقول لكم انني مش بعمل الحاجه اللي بكم، بس صراحه دي لما شفتها ابهرتني فجربتها الاول، وبعد كده قلت اجربها مع حبايبي تاني. يلا بقى نكمل الكميه تكشير ونوريكم بعد ما ايه ما نخلص. يبقى احنا غسلناها مع بعض اهي، بسم الله ما شاء الله جميله. احنا كنا عاملين 6 فشلنا واحده، قلنا كفايه 5 علشان احنا واكلينها قريب اصلا. فروحنا جايبين البلانشه دي ورحنا ايه، بصوا يعني حاولوا ان انتوا بالراحه على ايدكم كده وتروجوا، علشان دايما البطاطا بتبقى ايه جامده شويه. كل ما تروجوا في القطعه تستوي بسرعه. نعملها كده بالراحه برضو علشان ايه لا قدر الله مش حد يتعور ولا حاجه، عشان هي ايه جامده شويه غير البطاطس يعني اهي. شفتوا شايفين جامده ازاي؟ طبعا اللي بشتغل بيدي ولا جوانتي ولا حاجه، مش حد يتريق. هنعمل احلى بطاطا مع احلى كريم كراميل. هتشوفوا المنظر وهيعجبكم جدا، انا فعلا يعني بحبها موت اهي. نقطعها مع بعض كده ونوريها لكم هنعمل فيها ايه. يبقى احنا كده خلاص خلصناها تقطيع. نروح جايبينها في الحله دي كده اهي. ونروح اللهم صل على سيدنا محمد. نروح جايبين السكر بتاعنا اهو، حوالي كوبايه سكر اهي. نحط يعني نحطها ما عدا ايه، يعني نحط نصها مثلا اهي، لان البطاطا طبعا مسكره. نروح بقى جايبين مج ميه، واروح جايبه بقى ايه حبه ميه كده اهو. ممكن تستوي في نص يعني مش كملتوا شايفين، انتوا شايفين اهو. واروح بقى مغطيه عليها واحطها على ايه نار عاليه كده لحد لما تتبخر وكده، اروح مغطيه عليها عشان مش تلف. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. شايفين اللهم صل على النبي، بدات ايه هي ايه تستوي والميه كلها شربتها هي، ومش لازقه ولا اي حاجه اهي ما شاء الله. مسكره وجميله وريحتها بروايح كده، مش قادره اقول لكم اهو ما شاء الله جميله خالص. بصوا مش عاد فيها اي تكتلات ولا اي ايه حتت جامده يعني ولا اي حاجه اهي ما شاء الله. ندفع عليها بقى كده لحد ما تهدى خالص وتبرد كده. نجهز مع بعض الايه باقي طريقه الايه البطاطا. يبقى احنا خلاص مع بعض كده نروح شايلين كميه البطاطا كلها في شفشة في الخلاط كده اهو زي ما انتم شايفين. يبقى احنا كده بنعمل ايه تغيير في البطاطا، يعتبر البطاطا كده بالكريم كراميل. بصوا يعني انتوا هتشوفوا المنظر، لان هو صراحه ابهرني يعني. بصوا والله ما قادره اقول لكم، انا مش كنت متصوره ان البطاطا تبقى كده. لما شفتها مره على النت قلت معقوله. فهنشوف مع بعض ونجربها كده. خلاص كده الكميه هي. نروح بقى ايه بما دي مش كيلو بطاطا، حوالي جيبت حوالي كيلو الا ربع ايه حليب اهو. بسم الله ما شاء الله. حليب من عينتك من البلد، يعتبر حليب جمسي عادي، حليب بقري بس احنا عايزينه دسمه حلو. حليب معلبات برضو يمشي عادي. وجيبت معايا برضو هنا اتنين كراميل اهو، والصوص بتاعه هو ده هنعوزه بقى في الطريقه اللي هي ايه جاي. حابه ان انتوا تحطوا سكر تاني، حابه مش حابه يلا نخلط مع بعض الايه الخليط دي في الخلاط ونرجع تاني. زي ما انتوا شايفين اهو ضربناه في الشفشف كده خلاص. فممكن نحطه ونحط عليه الكراميل، لا احنا هنصفيه الاول اهو، علشان بطبيعه البطاطا بيبقى فيها زي خيوط كده، فنصفيها برضو ممكن يكون فيها خيوط او اي ايه او اي حاجه هنا. نضف كده الشفشف حلو. بسم الله ما شاء الله، ناعمه وجميله خالص اهي مية مية مش فيها اي حاجه. بس برضو ايه لازم اهو نروح بقى رافعينه على النار مع بعض كده
واحنا بعد ما حطيناه كده في الحله نقلب طبعا باستمرار، مش نسيب الحله خالص. فبعد ما خلصنا كده فضجنا، احنا كنا مالين دي ايه سكر، فنكمل برضو ايه، نكمل سكرها شويه، نكب يعني نكمل الكوبايه، نشيل منها حاجه ونبدا بقى في التجديد باستمرار اهو. اللبن مع البطاطا كده كده بيلزقوا، فمش لازم ايه. ونروح نازلين بالايه، بالكريم كراميل ده. ممكن تستعملي الباقي لو انت مش كملتي كيلو، فانا هستعمل ايه باكو واحده اهو. طبعا انا غاليه اللبن من امبارح طبعا وسايباه يبرد، علشان ايه في اي يعني يكون ايه صحيح في الاكل، مش يبقى ايه مش مغلي اهو. بسم الله ما شاء الله اهو. دايما باستمرار كده نقلب مع بعض. شايفين قوامه جميل جدا وزي العسل. دي البطاطا بقى ممكن شكلها باي، فاحنا قلنا ايه نشكلها بالطريقه اللي هي ايه عجبتنا صراحه على الايه وجربتها وعملت. نقلب كده مع بعض، جميله خالص وممتازه. نبدا تقليب كده لحد ما يتقل نوريكم. يبقى مع بعض كده خلاص. هو مش هيفور لانه تقيل، فهتحس ان هو ايه ارتفع من الجناب كده، فتروحي ايه بصوا شايفين ما شاء الله تقلي شويه. حتى لو مش تقلي هو مش بفور، ودايما ايديكي فيه كده اهو. بسم الله ما شاء الله. نطفي بقى البوتاجاز. بقى جايبين صوص الكريم كراميل بقى حاطينه في ايه في ارضيه الاشكال اللي انتوا شايفينها دي. لو مش عينتكم ممكن يكون اي اطباق عاديه، مش تعالجوا يعني ايه مش تعالجوا عليها عادي اهو. وبرده نروح جايبين الايه البوله الجزاز الحلوه دي برده اهي. وبرده نروح ايه مكملين في البوله الايه الشكل دي كده. ونروح جايبين الفرشه معانا اهي بصوا، لان هو مش بيتحرك تجيب يعتبر زي العسل. نروح حاطينه في ايه في الشكل كله كده وموزعينه يعني اهو. وبرده البوله هي نروح ايه ونروح جايبين بقى ايه البطاطا. نروح بقى جايبين البطاطا بتاعتنا زي ما انتم شايفين اهي في البوله كده الشكل دي اهو. كده مع بعض اهي شايفين هتبقى مسكره، هتبقى روعه وجميله، منظر جميل خالص. نروح جايبين بقى الايه الباقي في الايه في البوله بتاعتنا الحلوه دي اهي ما شاء الله زي العسل. نسيبها حوالي كده من نص ساعه او ساعه في الثلاجه. بس اهم حاجه مش تغطيها بحاجه علشان البخار دي اهم حاجه. وانتوا بتفضوها مش تفضوها على الارض، علشان بصوا سخنه جدا مش يحصل لا قدر الله انت تلتسع ولا اي حاجه. اهي نسيبها حوالي ساعه او ساعه ونص على حسب ما يعتبر ما تربط معاكي في التلاجة. وبألف هنا وصحه. اوريها لكم بقى لما ايه لما تجمدوا كده. يبقى كده بسم الله ما شاء الله. شايفين اللهم صل على النبي. بصوا يلا مع بعض كده، يلا نقلب واحد كده. بسم الله ما شاء الله اهو. بسم الله زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يبقى حلو كده ان شاء الله. اللهم صل على جمال النبي ما شاء الله عليه جميل اهو. شايفين اهو ما شاء الله زي العسل. يلا نقلب برضو التاني كده. يبقى قلبنا بقى اللي هي البوله الكبيره كده. بصوا اللهم صل على النبي. شايفين ما شاء الله. بصوا كريميه كده وجميله خالص. شايفين اهي ما شاء الله زي العسل اهي تتقطع ما شاء الله. بصوا يعني بصوا مش قادره اقول لكم نوعيتها ازاي جميله جدا اهو. يا رب تجربوها كده وتقولوا لي رايكم. شايفين ما شاء الله زي العسل كريميه وجميله ومية مية بألف هنا وصحه. يا رب تنولوا اعجابكم كده بألف هنا وصحه. واسيبكم في رعايه الله وامنه. مع السلامه.